السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ بسلم على كل اخواتي وحبايبي في كل مكان. انا سيلا صالح، والنهاردة هنعمل مع بعض بيتفور سهل جدا. بيتفور سهل وكمان سريع واقتصادي، هتطلعي كمية كبيرة جدا من مقدار واحد بس. كلنا في السقعة بنكون محتاجين لحاجة حلوة جنب كوباية الشاي بالليل أو مع القهوة الصبح. بجد بتفور قمر، شايفين الجمال الحلاوة؟ تحفة بجد، حاجة كده بتحطيها في بقك ما بتلاقيهاش. ببيضة واحدة بس وكوباية سمنة عملنا كل المقدار ده. كمان طريقة التشكيل سهلة جدا، هقولك ازاي تسويه وكمان يطلع معاكي محتفظ بالرسمة بتاعته وخفيف وهش جدا كده زي ما انت شايفاه. يلا بقى نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا. بس يا ريت قبل ما نبدأ بفكرك تعملي لايك وشير للفيديو، كمان اشتراك في القناة. فعلوا جرس الإشعارات اللي تحت الفيديو واختاروا كلمة الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلكوا إشعار بيه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كوباية من السمنة، نص كوباية من السكر الناعم، عندي كمان بيضة كاملة بدرجة حرارة المطبخ، ومعايا فانيليا علشان البيض. في طبق بقى هبدأ أنزل بكوباية السمنة. هقولك الأول إزاي أنا بعاير السمنة علشان خاطر المقدار بتاعها يطلع مظبوط. أنا بفك السمنة كده على النار، يعني يدوب تسيح مش تسخن، يعني يدوب بس تفك كده وتسيح، وابدأ املى بيها الكوباية بتاعتي وبدخلها على رف التلاجة ربع ساعة. تمام، علشان خاطر اعرف ان المقدار بتاعها مظبوط بعمل الخطوة دي الاول. عندي كمان السكر الناعم، انا بطحنه في البيت ما بيشتروهوش جاهز. السكر اللي بيتباع جاهز عايزه اقول لكم انه بيكون داخله نسبة نشا كبيرة، ما بيبقى السكر صافي، فالسكر كمان انا بطحنه في البيت. هنا بقى بالمضرب بدأت أشغل المضرب الأول على السمنة بالشكل ده، بتحسوها بقى زبدة بالظبط، بتديكوا يعني عايزة أقول لكم نفس النعومة بتاعة الزبدة. بصوا بقى بتكون هايشة كده ولونها أبيض بالشكل ده. هنزل بقى بمعلقتين كبار من الزيت. بجد معلقتين الزيت دول بيفرقوا جدا في البيتيفور، بيدوله سنة كده من القرمشة غير عادية. تمام، معلقتين كده كبار من الزيت. وهبدأ بقى أنزل بالسكر. بلاش ننزل بالسكر كل مرة واحدة، وكمان لما بتيجي تنزلي بالسكر لازم تكوني موقفة المضرب علشان السكر ما يطرش كده ويبهدلك الدنيا. هنضرب بقى السمنة مع السكر كويس لحد السمنة ما تتحول للون الأبيض، واتأكد ان السكر داب. عايزة اقول لكم كمان ان بعد ما بطحن السكر بنخله قبل ما باخد المعيار اللي انا عايزاه. كمان حاجة مهمة جدا ان كل مقاديرك تكون بنفس الكوباية. انا هنا بستخدم الكوب المعياري، مش كلنا بيكون موجود عندنا الكوب المعياري. استخدمي كوباية بس خليها كوباية موحدة تعايري بيها كل المكونات بتاعتك علشان المقدار يطلع مظبوط. هنا انا ضربت كده السمنة مع السكر كويس لحد ما هاشوا كده ولونهم اتغير بالشكل ده. ودايما تلمي الجوانب بتاع الطبق اللي بتشتغل فيه. تمام، هننزل بقى دلوقتي بالبيضة، ومع البيضة دايما ننزل بالفانيليا. انا هنا مستخدمة الفانيليا السايلة لاني ما عنديش فانيليا بودر. عندك فانيليا بودر ممكن تستخدميها، عندك فانيليا سايلة ممكن تستخدميها. بس عايزة اقولك كمان ان الفانيليا السايلة بتدي ريحة قوية جدا اكتر من الفانيليا البودر. في ناس بيقولوا ان الفانيليا السايلة بتغمق لون الحاجة اللي بنعملها، بس هي مش بتغمق ابدا. تمام، هنا بقى هبدأ اشغل المضرب تاني ويدوب بس ان البيضة تختلط مع بقية المكونات. هنا مش بنضرب بقى كتير، يعني يدوب البيضة تختفي بس. هنوقف بقى المضرب وكده شكرا. في حد كان سألني على نوع المضرب بتاعك ايه. هو المضرب ده نوعه تيفال، ومش موجود في مصر لان ده كان جايلي في هدية خطوبتي من الامارات. اللي كان جايبهولي كان جايبهولي من الامارات في الخطوبة بتاعتي، وانا فعلا سألت عليه في مصر مش موجود في مصر. تيفال، اسمه تيفال. تمام، هنا بقى هنبدأ في طبق ننخل 3 أكواب من الدقيق. الدقيق اللي بستخدمه دايما هو دقيق متعدد الاستخدامات. حابة تستخدمي دقيق متعدد الاستخدامات هيشتغل معاكي كويس، حابة تستخدمي دقيق مخصص للكحك والبسكوت استخدمي، بس أنا هنا دقيق متعدد الاستخدامات. نخلت 3 كوبايات من الدقيق ورشيت معاهم رشة صغيرة من الملح، وعايزة أقول لكم إن رشة الملح دي بتفرق جدا في الطعم، بتعادل طعم الحلويات. هبدأ بقى بطراطيف صوابعي بس وببدأ ألم في العجينة.
حاجة بقى مهمة جدا عايزة اقولها لك، هنا المقدار اخد معايا 3 كوبايات من الدقيق بالظبط، لكن انواع الدقيق بتختلف، فعلشان المقدار يطلع معاكي مظبوط، بعد ما تنخلي 3 كوبايات من الدقيق انقصي منهم ربع كوباية على جنب وخليها للاخر، ممكن تحتاجيها وممكن ما تحتاجيهاش. طب لو حطيت الثلاث كوبايات كلهم والعجينة طلعت ناشفة شوية مني، ممكن تزوديها معلقتين حليب اللي هو اللبن، او كمان معلقتين من الزيت. تمام. لكن الافضل والاحسن انك تنقصي ربع كوباية من الثلاث كوبايات. هنا بقى بعد العجينة بتاعتي ما لميتها بالشكل ده، وطبعا البوتفور مش بيحب عجن ابدا، بعد ما العجينة لمت معايا وبقت بالشكل ده، ده بقى القوام المظبوط للعجينة بتاعة البوتفور اللي هنشكلها بالقمع او بالتيب. عايزة اقولك كمان ان البوتفور ما بياخدش بيكنج باودر، اوعي تحطي بيكنج باودر للبوتفور ابدا. يعني عايزة اقولك ان بجد البوتفور طالع اللهم بارك تحفة، محتفظ بالرسمة بتاعته، مش فارش، كمان ما فيهوش اي فراغات، حاجة كده تحفة بجد. يعني هتخلصي الفيديو وتقومي تنفذيه على طول، مش هيقابلك ولا مشكلة لو عملتيه بالمقادير المظبوطة دي. هنا بقى جبت صاج، والصاج طبعا ما بيندهنش اي مادة دهنية، الصاج بس نضيف كده وناشف، وابدأ بقى اشكل بيه، باخد قطعة من العجينة وبالقمع وببدأ اشكل بيه البوتفور بتاعي باسهل طريقة. بصوا هم عملوا معايا بالظبط 3 سجان، وكمان صينية صغيرة من بتاعة البيتزا. بعد ما بخلص تشكيل الصاج، ببدأ بقى بصبعي كده وبعمل يعني تجويفة صغيرة كده في النص بالظبط، علشان دي اللي هحط فيها الشوكولاتة. لو مش حابة تعملي الخطوة دي بلاش، وتعمليه سادة كده بيبقى تحفة. اخلص بقى الصاج التاني والتالت ونبدأ بقى نخبز احلى بوتفور. هنا بقى الفرن كان سخن على درجة حرارة 160، بدخل الصاج بتاعي على الرف الوسطاني، النار بتكون من تحت بس ما بيولعش شواية ابدا، على حسب بقى درجة حرارة فرنك هيكون الوقت. انا هنا اخد معايا وقت التسوية بالظبط 15 دقيقة، طلعته باللون القمر ده. بصوا بقى اللون والتسوية، البوتفور محتفظ بالرسمة بتاعته ما فرشش، كمان مفيش الفراغات اللي بتكون موجودة في البوتفور من تحت بالشكل ده، شايفين؟ بصوا الجمال، تحفة بجد. بسيبه بقى لما يبرد كده على الصاج في مكانه لحد ما يبرد خالص، ما بشيلهوش من على الصاج غير لما يبرد، علشان في الوقت ده بيكون ناعم جدا، لو شلتيه من مكانه هيتكسر وهيتفرفت منك. هنا بعد بقى ما خلصت خبيث خالص والبوتفور كله برد، جبت مكعب شوكولاتة، دي مكعب شوكولاتة 100 جرام، حطيت كده كنكة على النار، نصها بس بيكون مية والنص التاني بيكون فاضي، يعني ما تخليش الطبق اللي بتسيحي فيه الشوكولاتة يكون ملامس للمية. وحطيت في الطبق ناشف مكعب من الشوكولاتة الخام، وضفت عليهم كمان معلقة كبيرة من الزيت، وسبتهم لحد ما ساحوا بالشكل ده. طبعا الدنيا ساقعة، والشوكولاتة لو سبتيها من غير حمام المية هتشد منك بسرعة، فانا تنتني برضو حاطة الطبق بتاع الشوكولاتة على المية السخنة لحد ما خلصت، علشان خاطر اعرف اشتغل بيها. بس كده بمعلقة بقى صغيرة، وببدأ اوزع الشوكولاتة بتاعتي في نص حبات البوتفور بالشكل ده. ممكن بقى تلزقي كل اتنين مع بعض وفي النص شوكولاتة، ممكن تلزقيهم بمربى مشمش او بمربى فراولة، هتكون حلوة قوي. بس انا استكفيت بالشوكولاتة. عايزة اقول لكم كمان ان مكعب الشوكولاتة ده كان 100 جرام، يعني تقريبا ما اخدتش حتى ربعه، اتبقى منه كمية كبيرة. هسيبهم بقى في الطبق كده زي ما هم، هبقى استخدمهم في وصفة تانية ان شاء الله. طلعوا لي كمية حلوة قوي، البوتفور بجد ريحته وهم، ريحته حلوة ما شاء الله. بصوا الجمال، حاجة تحفة، حاجة كده سهلة وبسيطة. وعايزة اقول لكم ان طعمه يعني يفوق كمان طعم البوتفور اللي بيتعمل بالزبدة بدون مبالغة. سبته بقى لما برد خالص، وكمان الشوكولاتة بردت، قصدي جمدت على البوتفور، عشان كمان ما ينفعش ان انتي تشيلي البوتفور وفيه الشوكولاتة تكون لسه سايحة، هيبصم على بعضه والشكل بتاعه مش هيكون حلو خالص. بعد بقى ما الشوكولاتة نشفت خالص كده واتأكدت ان هي نشفت، بدأت بقى ارصه بقى على صينية التقديم بالشكل ده. وبعد كده هعبيه بقى في علبة كده تكون بغطا، وبألف هنا عليكم، يا رب جربوه، قولوا لي ايه رأيكم في التعليقات، بجد مستنية منكم تعليقات حلوة علشان خاطر اعرف الفيديو عجبكم ولا لأ. بس كده ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، بجد اتمنى تجربوا البوتيفور ده بالمقادير دي وبالطريقة دي، بوتيفور اقتصادي جدا، بيضة واحدة وكوباية سمنة، نص كوباية سكر، عملتي اكتر من كيلو ونص من البوتيفور.
هتجيبوهم بمبلغ فعلا من اي محل. كمان لو جالك ضيوف كده في اي وقت تقدري تقدمي منه مع حاجة سخنة، صدقيني هيتبهروا بطعمه، طعمه اكتر من تحفة. كل المقادير بسيبها لكم مكتوبة في صندوق الوصف وشوفوها. كمان خدوا جولة في القناة، ممكن تلاقوا فيديوهات تعجبكم. بس كده، وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.